أيها الأحبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الليل ثم سلم، فصلى ثم سلم، صلى 11 ركعة، ثم دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على الفراش يبكي، فقال بلال: يا رسول الله أتبكي؟ بأبي أنت وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، لقد أنزلت الليل علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إنها 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل خلقنا لأجل أن نتفكر، فلا بد لنا من التفكر، لأنه يحصل بعد التفكر تدبر، وبعد التدبر نجاة بإذن الله. أسأل الله رب العرش الكريم أن نجزي كل من ينشر هذا المقطع، أن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وإياه في جنات عدن. قولوا آمين.